بعد أزيد من 3 أشهر من سياسة شد الينق التي نهجها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، يبدو أن الأمور بدأت تتجه إلى نوع من الانفراج. فعلى بعد يوم واحد فقط من انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد أن بدأ الخناق يشتد حول بن كيران خاصة بعد تضاؤل آماله في انتخاب رئيس مجلس النواب خارج تحالف البرلماني المبهم الذي يشكل أقلية أمام الأغلبية البرلمانية يقودها أخنوش رفقة ساجد لشكر. رضخ أخيرا بن كيران أمام لغة الأرقام. هكذا علمت أخبار بالفيديو من مصادر خاصة أن زعيم البي جي دين يتجه إلى القبول بمبدأ الأمر الواقع، حيث أبدى موافقة مبدئية إلى مساندة الحبيب المالكي كمرشح عن الاتحاد الاشتراكي لرئاسة البرلمان، دون دخول حزب الوردة إلى الحكومة تحت عرف ما يسمى بالمساندة النقدية لحزب المهدي بن بركة، مع فتح باب المفاوضات من جديد مع زعيم الأحرار والحركة الشعبية لتشكيل الحكومة، إضافة إلى حزب نبيل بن عبد الله. وحسب نفس المصادر فالسيناريو المحتمل للحكومة المقبلة يتجه إلى أن يتشكل من أحزاب البي جي دي، الأحرار، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، إضافة إلى الاتحاد الدستوري الذي سيدخل إلى الحكومة بناء على الحقائب الوزارية التي ستسند له على خلفية حقائب الأحرار. بعبارة أوضح، يقول مصدرنا الاتحاد الدستوري سيدخل إلى الحكومة ببعض حقائب الأحرار. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.